بجد خسارة لو كنت لسه بتسلقيها وبتضيعي وقتك ومجهودك فيها. ما بدل ما تسلقيها لفيها بورق الألومنيوم وفي الفرن ارميها، هتنبهري وتتفاجئي من النتيجة. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غالين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ونشوف وصفتنا ايه. يلا بينا. في صينية هبتدي احط فيها المكونات بتاعتنا. اول مكون معانا موجود طبعا في كل بيت، البصل. هنجيب كده البصل، ويفضل يكون البصل الاحمر عشان بيبقى طعمه حلو جدا للوصفة بتاعتنا. لو عندك ابيض عادي حطي، بس الاحمر بيبقى حلو جدا. هحط عليه شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود. وميزة الوصفة النهاردة ان انا مش هستخدم بهارات ولا توابل كتير علشان ما ضيعش طعم الوصفة الاصلية بتاعتنا. هبتدي ان انا ادعكه كده بايديا علشان انزل المية اللي في قلب البصل ويديني طعم حلو جدا. حط بقى مكعب من المرق يكون فراخ، هو ده اللي انا هستخدمه في الوصفة بتاعتنا. بس كده ملح وفلفل ومكعب من مرقة الفراخ. هبتدي بقى دلوقتي اجيب طبق واشيل شوية من البصل كده اللي متبل معانا، هشيله على جنب. هقول لكم هنستخدمه بعد شوية لايه. دلوقتي كان عندي نص كيلو من البطاطس الصغننه كيوت القمر دي. عايزه اقول لكم البطاطس دي بجد من ساعه ما جبتها مش عارفه ادخل البيت البطاطس الكبيره. حلوه جدا وطعمها بجد خطير. بصوا قمر صغيره كده، رحت غسلها كويس وقشرتها وحطيتها كده في قلب الصينيه بتاعتنا. ولو في قطع كده كبيره ببتدي ان انا اقسمها نصين. بس عايزه اقول لكم البطاطس دي طعمها بجد حكايه. حطيت بقى كمان طماطميتين كده متقطعين مكعبات، وكمان جزرة علشان تديني تسكيرة حلوة قوي للوصفة بتاعتنا. كمان استخدمت فلفلتين رومي كده اخضر بالشكل ده، وابتديت ان انا اقطعهم صغير في قلب الوصفة بتاعتنا. عايزة اقول لكم بقى يعني الوصفة دي خطيرة جدا جدا وطعمها حلو قوي. هنزل كمان بمعلقتين كبار من الزيت، وهبتدي ان انا اقلب المكونات دي. لو عندك بقى شوية بسلة حطي، لو عندك اي نوع خضار تقدري ان انت تحطيه. وهنزل بقى بكوباية كبيرة كده من عصير الطماطم معانا. هبتدي بقى اقلب المكونات بتاعتنا بالمعلقة كده كويس جدا، وادوق بقى الملح. لو حابة احط ملح تاني هحط ملح، لو مش حابة مش هحط. انا هنا دقتها ولقيت ان الملح ناقص شوية صغيرين، رحت حاطة ومقلباها تاني بالشكل ده. تعالوا بقى نحط الصينيه بتاعتنا على جنب. يلا قبل ما نشوف هنعمل ايه، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. يلا بقى حطوا لايك كده وانتوا بتتفرجوا. بعد كده هبتدي اجيب الفرخه بتاعتنا، ودي فرخه طبعا زي ما انتوا حابين اي وزن. هبتدي ان انا اعمل لها فتحات كده، وابتدي ان انا بعد طبعا ما غسلناها كويس جدا. هبتدي ان انا اجيب بقى البصل. فاكرين البصل اللي انا قلت لكم شيلوه؟ هنبتدي بقى دلوقتي نستخدمه في التتبيله بتاعتنا. هنتبل بقى في الفرخه كده بالشكل ده. هتبلها بقى من جوه ومن بره ومن تحت ومن فوق علشان الفرخه تبقى متبله معانا ويبقى طعمها حلو. لو حطيناها كده في قلب الصينيه بتاعتنا هيبقى طعمها مش حلو. فعلى ايه؟ لا انا مش عايزه ابوظ الطعم، وعايزه اخلي طعم الفرخه حلو قوي. فاخدت من التتبيله وابتدي ان انا اعمل لها الفتحات دي واتبلها بالشكل ده، وبالبصل هتديها طعم حلو جدا. هجيب بقى دلوقتي عصير كده الطماطم، وابتدي ان انا انزله بالشكل ده كده في قلب الفرخه زي ما قلت لكم علشان تتبل بقى. هنا بقى هنعمل احلى واجمد صينيه بطاطس. استنوا بس معايا لاخر الفيديو هتشوفوا احلى واجمد صينيه بطاطس بصوا في الكوكب كله. حاجه كده عظيمه يعني. دلوقتي بقى هجيب ورق الالومنيوم وابتدي اغطي الصينيه كلها بورق الالومنيوم. مش عايزه ولا بخارايه تخرج من قلب الصينيه بتاعتنا. الطعم بيبقى فوق الروعه. ولا بسلق بقى الفرخه ولا ببتدي ان انا اعمل بقى كركبه ومواعين كتير طبعا زي ما احنا عارفين. هدخلها بقى، بشغل الفرن على درجه حراره تكون عاليه، وابتدي ادخلها كده في الرف قبل الوسطاني، يعني اللي قبل الاخير بالشكل ده، واسيبها بقى لمده بالظبط ساعه الا ربع. تقعد معانا وبتطلع بقى خطيره. عايزه اقول لكم بتبقى رهيبه. وبقفل بقى عليها الفرن، وبعد بالظبط الساعة الا ربع افتح كده ابص عليها، ببص الاقيها استوت معانا، والبطاطس بقى استوت. وعارفين بتنزل كده فيها الشوكة بتبصوا بتدوب خالص. والفرخة معانا استوت. هبتدي بقى اشغل عليها الشواية 10 دقايق علشان الفرخة بتاعتنا حمر بقى، وتشوفوا الوش الخطير والصينية القمر دي اللي بصوا طعمها فظيع بجد يعني. ولا بقى سلقنا ولا قلنا بقى نعمل بقى نكركب الدنيا بقى ونعمل شوربه. كده كده احنا مش عايزين. احنا عايزين الفرخه بتاعتنا تنزل كل الدسامه والحلويات اللي فيها في قلب البطاطس. والبطاطس الصغيره دي كيوت وطعمها
بجد خطير، جربوها كده وان شاء الله بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. عملت بقى جنبها كمان رز كده بشعريه، وممكن بقى يعني طبق كده بتنجان مخلل كده، ولا طبق سلطه. بصوا بجد يعني لا فظيعه فظيعه. ونجيب بقى بطاطسيات الامارات دول، عايزه اقول لكم بجد البطاطس دي في الصواني حاجه تانية خالص، لا بجد يعني. هي بصوا صغيرة بس محيرة بأمانة يعني. طعمها حلو قوي ومستوية كده، بصوا تحس ان هي بتدوب كده في البق. ألف هنا وشفا. فرخة بقى قلت اقطعها لكم كده بالمعلقة، ومسكت بقى الدبوسة كده وقلت اوريها لكم. بصوا مستوي بقى ودايب كده من جوه، فظيعة بجد. الوصفة دي مش هتوقفك كتير في المطبخ، سهلة وبسيطة، وهتطلعي بصينية كده محترمة. بألف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. كنت معاكم مي أمين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير. أحلى صينية بطاطس بجد خطيرة. بألف هنا وشفا. باي باي.